هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله ضرها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. علي بعبد الله بن طاهر. أنا هنا يا مولاي. عليك أن تذهب الآن إلى هند بنت النعمان وتطلقها مني بكلمتين. بكلمتين؟ نعم، بكلمتين اثنتين. وكيف يا مولاي؟ لا تعرضني يا عبد الله، وافعل ما أمرتك به، وهذه 100,000 درهم باقي صداقها. وما هما الكلمتان يا مولاي؟ قل لها كنت فبنتي، وأعطيها الدراهم ولا تزد على ذلك. أمر مولاي. عبد الله خير. يقول مولاي الحجاج كنت فبنتي، وهذه 100,000 درهم مؤخر الصداق. اعلم يا ابن طاهر أن والله كنا فحمدنا فبنا فما ندمنا. هذه 100,000 هي لك بشارتك من خلاصي من سفاح العراق. وما آخر الأخبار يا وزير؟ آخر الأخبار يا مولاي. ماذا؟ طلق الحجاج بن يوسف هند بنت النعمان لأنها قالت فيه شعرا. وماذا كانت تقول فيه من الشعر يا وزير؟ كانت تقول هند وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله ضرها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. اكتب إليها واعرض عليها الزواج منها، فإن أرادت فلها ما تشاء، وإن لم ترضى فلها الخيار. سمعا وطاعة يا مولاي. إيه يا هند؟ إيه يا وزير؟ رسالة من هند يا مولاي. أما بعد فاعلم أن الكلب ولغ في الإناء. ائتوني بريشة ومحبرة. أما بعد فأنا لا أقبل الزواج إلا بشرط، وهو أن يقود الحجاج جملي من المعرة إلى بلدك الذي أنت فيه، وأن يكون ماشيا حافيا بخلته الرسمية التي هو فيها الآن. ولن أقبل الزواج بغير هذا الشرط. والسلام. الأمير الحجاج بالباب يا مولاي. يدخل الحجاج فهذا وقته. الأمير الحجاج. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله. تعال اجلس بجانبي يا حجاج. خيرا إن شاء الله يا مولاي. لقد علمت بما كان بينك وبين هند بنت النعمان، وقد أرسلت إليها للزواج، فبعثت إلي بهذا الشرط،
فما رأيك؟ النساء ناقصات عقل ودين، لكن ما دام هذا يرضي مولاي فلا بأس.